أستاذ خالد البلطان، مساء الخير. هلا مساء النور. يا هلا. أهلا وسهلا فيك. 1000 مليون مبروك وصولكم للمباراة النهائية على كأس الملك. حصاد الموسم الطويل جدا، وأنا أعرف أنه لما يكون شخص يعمل في الأندية عمل شاق جدا وينتظر يعني تتويج الموسم الرياضي بالنسبة له في بطولة، إيش ممكن تقول بعد هذا الموسم الرياضي الطويل والانتظار حتى الحصول على بطولة؟ والله أعتقد الحمد لله والشكر، يعني الله أكرمنا ونعم علينا بعد عمل شاق وبعد تعب وبعد أثرات وبعد نكسات وبعد يعني عدم نجاح في بداية الموسم وفي منتصف الموسم. إن الله من علينا وأكرمنا بالسلام بالتشرف بالسلام على سيدي خادم الحرمين الشريفين وبالتشريف الملكي الكريم، اللي أعتقد أن هذا أكبر مكافأة لكل رياضي وأكبر مكافأة لكل من تعب واجتهد في هذا الوسط الرياضي. أعتقد أننا يعني مقبلين على مباراة تاريخية وعلى حدث تاريخي غير مسبوق وقد لا يتكرر، كافتتاح ملعب وكحدث وطني مهم وذكرى بيعة. فأعتقد أن يعني الله أكرم نادي الشباب بهذا الحدث، وأعتقد أننا فخورون بالتشريف الملكي وبالرعاية الملكية، وفخورون بالمشاركة في هذا الحدث الرياضي المهم. صحيح. وهذا الحدث الوطني المهم. تصوري نادي الشباب حقيقة حقق أولويات كبيرة، وهذه من ضمن الأولويات. شاركنا في افتتاح استاد الملك فهد وفي الرياض في أول مباراة محلية، وشاركنا في افتتاح ملعب الملز سنة 89 هجري، وشاركنا أيضا بافتتاح استاد الأمير محمد بن فهد في الشرقية الدمام بعد تجهيزه وبعد إغلاقه لعدة سنوات لما أعيد وجهز وسمي باسم الأمير محمد بن فهد. شاركنا في المباراة النهائية ضد الهلال اللي كسبها الشباب 1-0 برعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين لما كان ولي للعهد. واعتقد ان الان نتوج ايضا هذه الاولويات وهذا الحظ الطيب وهذا التاريخ المجيد للنادي العريق وهو نادي الشباب، ان نشارك في افتتاح الجوهرة المشعة افضل واحسن استاد الان اعتقد في التاريخ او في العالم الان. وبمشيئة الله ان الرعاية الملكية والتشريف الملكي هو جوهرة هذا الحدث، وهو أعتقد أنه شرف لكل شبابي ولكل منتمي للرياضة التشريف الملكي الكريم. ما في شك. أنت قلت قبل شوية في مقدمة حديثك بأنه مع هذا الموسم الطويل كان في عثرات ونكسات. يمكن أنا ما أبغى أوقف عند أي شيء من هذا الأمر إلا في جانب مهم جدا، وهو العصب الحقيقي لأي فريق كرة قدم، وهو الجهاز الفني. اليوم أستاذ خالد لما يتغير الجهاز الفني في ربع الموسم أو نص الموسم أو الثلث الأخير من الموسم يصير في هزة في الفريق. لكن في نادي الشباب صحيح أنه الفريق هذا الموسم ابتعد عن البطولات المحلية سواء الدوري أو كأس ولي العهد، ولكن الفريق ظل متماسك مترابط لأسباب كثيرة، حتى بوجود عمار السويح مدرب لهذا الفريق، والفريق يقدم نفسه بشكل كويس في دوري أبطال آسيا، ويصل للمباراة الختامية لكأس الملك، يخرج فريقين كبيرين منافسين على الدوري الهلال والنصر، ويستمر بشكل كبير جدا ومتماسك. في سر في هذا الأمر تحديدا؟ والله السر في العزيمة والإصرار، في التلاحم بين اللاعبين والإدارة والأجهزة، السر في الإصرار على العمل، السر أيضا في أننا حقيقة نفهم أننا لا نستحق هذا الخذلان وهذا التراجع. بالعكس احنا كفريقنا جيد وممتاز ولا عندنا مشكلة، لكن لما تتعرض لنكسات وتمشي معاك الكورة بشكل خاطئ أعتقد أنك لازم تصحح نفسك. كان حقيقة تغيير المدرب أثر علينا، وبعدين تغيير المدرب المساعد حقيقة ما أدى الأداء الطيب، وكان حقيقة سبب رئيسي لتراجع يعني بعض الأمور. وحقيقة استطعنا بعد كده يعني أننا نعدل الوضع مع المدرب عمار السويح ويكون بشكل واضح يعني، والتفاهم النفسي والتكامل النفسي والإداري مع عمار السويح وتفاعل اللاعبين. أعتقد أن الموسم عدا التغيير الفني أثر علينا إصابة مهاجمنا نايف هزازي، أعتقد هداف كبير، ولو كان موجود كان اختلف كثير من الأمور. تعرضنا حقيقة لنكسة كبيرة بالإصابة القاسية اللي تعرض عليها في مباراة الأهلي، وكانت إصابة حقيقة وحشية. أنا أقصده
ايضا إن غياب الهداف سبب لنا مشاكل في كثير من المباريات، كثير من المباريات كنا نسيطر، كثير من المباريات كنا نعطي، كنا نتحكم ونستحوذ على اللعبه، لكن حقيقه الامر تفلت كثير من المباريات بسبب عدم وجود هداف واضح. اليوم الحمد لله الهدافين فيهم الخير والبركه الموجودين. عمار الصويح عرف كيف يعمل توليفه للفريق ويجعل الفريق افضل واقوى، ويستطيع ان يصل بتكتيك معين وقدرات ساعدت قدرات بعض اللاعبين وللامر يكون بشكل افضل من السابق. لا ننسى ايضا الضغوط التحكيميه اللي جتنا، يعني حقيقه احنا عندنا شريط الان قد نخرجه في نهايه الموسم، حقيقه شيء مر علينا بالاخطاء التحكيميه لا يمكن تصوره. عشرات يعني نقاط كثيره تتعدى 20 نقطه راحت علينا بسبب الاخطاء التحكيميه. هذه كلها عوامل أثرت بالإضافة إلى وجود أخطاء إدارية وأخطاء تدريبية، وهذا طبعا لا يمكن ننفي أنفسنا منها. نعم. هذه كلها أشياء هزت الفريق. صحيح. البعض ممكن يقول أنه موضوع الأخطاء التحكيمية هذا على الجميع، يعني إلا إذا كان عفوا لا بس أكمل سؤالي، إلا اللي من يراها أنه هذه أخطاء مثلا متعمدة أو مقصودة على فريق معين. لا تفسر كلامي بالطريقة دي. أنا قاعد أعيد سؤال، أعيد طريقة السؤال بس. لا أنا بعيد لك الكلام عشان تعيد السؤال بشكل صحيح. أنا أقول الأخطاء التحكيمية التقديرية كانت كثيرة عليه. إحنا أكبر فريق متضرر في الدوري. إذا ما الفائدة من الشريط إخراجه في آخر الموسم؟ لا عشان يعرفون الناس إنه بالضبط أنت حتشوف الشريط وغيرك حيشوفه. إحنا نخرج إخراج الحكم الدوري ممدوح المردافي، مستشار التحكيمي لدى نادي الشباب، سنخرج شريط في نهاية الموسم. أعتقد حيكون واضح يتضح للناس مدى التأثر الكبير اللي تأثرناه من قبل الأخطاء التحكيمية. نعم. الأخطاء التحكيمية برأيي بالذات مباراة النصر كانت أبعدت الشباب عن المنافسة. طيب الشباب كثير يلعب مباريات نهائية يعني بدون يعني جماهير. أنا أعرف أنه القاعدة الجماهيرية الشبابية هي تتنامى بشكل جيد، لكن قياسا لما يلعب الشباب مع الفرق الجماهيرية تعرف يا أبو الوليد أنه تكون يعني حاضرة بشكل كبير جدا. وأعرف أنه هذا الجانب يعني نادر ما يؤثر على الشباب، لأنه هو فريق في النهاية بطل وإمكانياته كبيرة. أنتم بالنسبة لكم برنامجكم للمباراة الختامية كيف حيكون؟ يعني إيش الآلية؟ نحن دائما نعرف نحضر فريقنا جيدا في هالمناسبات. فريقنا حاضر في المناسبات الكبرى، نعرف كيف نحضر لاعبتنا ويكونون على أعلى مستوى، يكونون يتمتعون بخلق ويتمتعون بمستوى عالي في المناسبات الكبرى، يعرفون كيف يكسبون المناسبات الكبرى بكل هدوء. الحمد لله. قضية الجماهير بالعكس احنا عندنا جماهيرنا وفيهم الخير والبركة، واعتقد انها دائما في النهائيات تحضر من جميع مناطق المملكة كما حدث امام الاتحاد العام الماضي. كانت مفاجأة كبرى انهم اخذوا على اقل تقدير 40% من الملعب وكانوا حاضرين بشكل كبير. اعتقد في مباراة القادمة في جدة اعتقد انه راح يكون كلمة كبرى لجماهير الشباب، وراح تكون مفاجأة ايضا وحضور قوي. بالعكس انا ادعو الجماهير الشبابية للتوجه لمكاتب البريد واخذ نصيبها من التوزيع المجاني لهذه التذاكر. نايف هزازي ممكن يكون مشارك في المباراة؟ والله هذا يعتمد على الجهاز الفني والطبي، هو ما وصل للبارح ولا اعتقد اني انا سافتي في هذا الموضوع. هم بيشوفونه اليوم يعملون اختبارات ولا بد اختبارات التحام. نعم. واعتقد انه حسب التقرير الطبي، لكن طبعا رايي انا انه قد لا يكون، لكن لا اعلم حقيقه الامر بشكل كامل. أخيرا قبل ما أختم معك نتمنى لكم إن شاء الله تعالى التوفيق مع الأهلي في المباراة النهائية. أنت تقول أنه في نهاية الموسم سنخرج شريط يتحدث عن حجم الضرر التحكيمي اللي تعرض له نادي الشباب التقديرية حسب ما تفضلت فيه. كمسؤول أول لنادي الشباب ترى أنه هذا الموسم كان موسم يعني معتدل جيد بالنسبة للشباب، منصف؟ والله إن شاء الله في حال حصولنا على الكاس بيكون يعني موسم أكثر من جيد. في حال عدم حصولنا على الكاس لا قدر الله ممكن يكون موسم جيد نوعا ما، لكن الشبابيين دائما يطمعون بالبطولات، يطمعون بالكؤوس. الشبابيين بطبعهم طموحين، لا يرضينا إلا الذهب، ولا أعتقد أني أنا ولا أي شبابي نرضى إلا بالذهب إن شاء الله. نعم.
بالتوفيق إن شاء الله. أستاذ خالد البلطان رئيس نادي الشباب، متحدثا وواصفا حال فريقه في هذا الموسم.